هنموت وهنبيض وتنزل في الآخر لحظة. كيل من السباب والشتائم والتهديدات وجهتها الأبواق الإعلامية المملوكة للانقلاب على مدى 3 أيام للشعب المصري عقابا له على مقاطعته للمسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات الرئاسية. ولم يتكلم أحد حينها عن حق الشعب المصري في حرية مواقفه السياسية أو كرامته التي أهينت، فهذه نعتتهم بالخيانة والعمالة. في فرق كبير جدا من الحرية وبين إساءة الأدب. أنا مش فاهماكم، أنتوا بعتوا مصر وبعتوها برخيص. وآخر قال: الشعب المصري ده مش متعلم كويس على فكرة، وكتير كمان مش متربي كويس، عشان بس مثال تبقى واضحة برضه. بينما توعدهم ثالث بأيام سوداء. يبتدي بقى يدور على انه يشتغل متسول، لأن مش هيبقى فيه شغل أساسا. وفي الوقت الذي توجه فيه عشرات التهم لأبناء الشعب المصري صباح مساء ويلقى بهم في غياهب السجون ويحكم على قيادات العمل الوطني بتهم إهانة القضاء الشامخ، لا يجرؤ شخص على الاقتراب من أبواق العهر الإعلامية أو أن يتقدم ضدهم ببلاغ يتهم فيه الإعلاميين ومن يستأجرهم بإهانة الشعب المغلوب على أمره الذين يعاملوه كقطيع من الخراف يساق إلى حيث شاءوا. احنا بقالنا 3 سنين هو الشعب مزاجه يتضرب على قفاه، ده شعب كيف الضرب على القفا. ولم لا، وهم قد أعلنوا بكل وضوح دعمهم لقائد الانقلاب في تلك المسرحية الهزلية، وتخلوا عما بقى لديهم من الحياء وأكذوبة الحياد، وصبوا جام غضبهم على شريكهم في تلك المسرحية، وأهانوا الشعب الذي خذلهم بمقاطعته وأكد رفضه للانقلاب العسكري. ولم تغير تلك الأبواق الإعلامية سياستها في دعم النظام الاستبدادي في مصر منذ نشأتها، فكانت أكبر الداعمين لنظام مبارك ودفعت بقوة خلف مشروع التوريث، ثم هاجمت الثورة في 25 من يناير وبكت على نظام مبارك يوم رحيله. وعقب الثورة دخل إعلام الانقلاب في هدنة ارتدى خلالها ثوب الثورية لبضع شهور، وما لبث أن تبعها بهجوم صارخ على الثوار ودب الفرقة بين رفقاء الثورة وتهيئة الأجواء للانقلاب العسكري وترميم جدار الخوف الذي كسره الشعب المصري، وذلك في مقابل الملايين التي انهالت عليهم من قبل رجال أعمال مبارك الذين تضرروا جراء تلك الثورة المشؤومة من وجهة نظرهم. ورغم ما شاهده الشعب المصري على مدى 4 سنوات من تلون للوجوه وتغير للمواقف ودعما للفساد من حفنة من المأجورين، هل سيواصل بسطاء الشعب المصري إيمانهم بسحرة فرعون الذين أفسدوا البلاد؟